اذا احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم ادي الخيال القديم اهو. احنا دلوقتي بنتناقش في ودانا لفين. الخيال القديم اللي هو بتاع عايزين ناكل الناس ونشربهم. طيب ايه رايك في كيلو الباميه اللي بقى ب 15 جنيه؟ الخيار اللي بقى ب 4 و5 جنيه. الباميه بيقولوا وصلت كمان في اماكن ل 20 جنيه. قدامي اكثر من تقرير في اكثر من صحيفه وموقع يعني. انا ما زلتش السوق اعرف الحقيقه، فانا مطمئن الى انه ده الكلام ده منشور. سعر كيلو كوسه ما بين 6 ل 7 جنيه، البتنجان 8 جنيه، البصل 5 جنيه. الفاكهه بقى ده موضوع تاني. بتاكلوا فاكهه ليه اصلا؟ صحيح هي مرشوشه وفيها ومنفوخه، لكن ما تاكلوش فاكهه، مش مهم الفاكهه. طيب الخضروات اهي زادت. اسعار الخضار زادت. الطماطم دلوقتي بيقول لك ب 37 جنيه، طول عمرها مجنونه. ماشي. هنا اول ما تدور حتى التقارير دي نفسها المنشوره والمكتوبه دي بتقول ان الحكومه بترد بقى تقول ايه؟ لتغير الفصول واصل مش عارف والايه والاجواء والايه المبررات. وانت ما كنتش عارف انها تتغير؟ ما هو ده اللي بيقولوا عليه بقى، ده الخيال القديم اللي هو ايه؟ اصنع ازمه ثم حلها ثم اطلب منا ان نشكرك على حل الازمه اللي انت عملتها. فلما ما نشكركش على الازمه اللي انت حلتها يبقى احنا جاحدين ولاد 60 في 70 بتوع الرؤيه السوداء والنضاره السوداء. ومش مراعيين ان البلد بتواجه الارهاب. حول الله يا رب. يا حول الله يا رب. دي الرؤيه واحنا قلنا لحضرتك اللي بيواجه الارهاب بيواجهوه. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على طماطم وسكر وحاجات كده. ورز. شوفوا انتوا عملتوا ايه في الرز. انا اهو انا في العاده بتكلم على القضايا الكبيره لا انا نزلت معاكم اهو للرز والسكر والطماطم. لانه واضح ان المستوى هو مستوى المناقشه في الطماطم. خلاص ننزل كلنا للطماطم. اخبار الطماطم ايه؟ يعني لما تقول لي ما تكلمنيش على الافكار الكبيره دي، كلمني عن الحياه اليوميه للمواطنين. حلو، ده انت جيت على ارضي. وريني عملت ايه الحياه اليوميه للمواطنين. المواطنين بيستحملوا المواطنين مستحملين وهيستحملوا اكتر. لانهم مصرين على بلدهم، محبين لها، مؤمنين انها بتتعرض لمخاطر وانها بتواجه تحديات وانهم بيحبوا رئيسهم. كل ده كلام جميل. تاخده وتوديه في منطقه الحجج والمبررات والاعذار تبقى بتعمل غلط. وتبقى بتعول على طاقه الشعب الايجابيه وبتمتصها. ما اعرفش انتوا عندكم تصور لفكره ان المشاكل دي بتظهر فجاه